السلام عليكم. شوفوا لي يا اختي، شوفي لي المسمنات والمليويات كيفاش جاو مورقين وخفافين، وشوفي لي اللون كيفاش داير. شوفي الطراوه والقرمشه كيفاش دايرين، راه ما يمكنش شي حاجه طوب ديال الطوب. يعني هاد الطريقه هذه حصريه. يعني ابتكرتها هكذا بوحديتي وصراحه وصدقت وجات رائعه. ما يمكنش كيفاش جاو هاد المسمنات هادي. بسم الله على بركة الله. تابعي معايا الفيديو. اول حاجه في العجانه ولا غير باليد عادي كندير زليفه ديال الدقيق الفينو، القمح، الدقيق الاصفر، وجوج زليفات ديال الدقيق الابيض الفورس. كنخلط هكذا مع بعض، وغادي ندير واحد الراس معلقه صغيره ديال الخميره، غير محيد دابا الحال بارد، معلقه صغيره ديال الملحه. هاد شاصي ديال الفانيليا كيعطيها واحد النكهه رائعه للمسمنات وكيبقى اختياري من طبيعه الحال. واحد الملعقه ديال العسل، الا ما كانش العسل نقدروا نديروا ملعقه ديال السكر، غير كان العسل كيعطيهم الحموريه. كي شفتيو اللون كيفاش داير. هنا درت زليفه ديال الماء دافي باش داك العسل كيذوب مع المكونات اخرى. وغادي نضيف كذلك زليفه واحده اخرى ديال الماء، يعني درت جوج زلايف ديال الماء هانتوما كتشوفوا. وغادي نرد العجانه تعجن، كتعجن مره واحده حتى كتعجن مزيان هاد العجينه هذه. الا ما عندناش العجينه راه عادي جدا نقدروا نعجنوا غير بيدينا وصافي. كنرونوا الدقيق مع بعض مع الماء وكنخليه في واحد البلاستيك الغذائي، كنرجعوا عنده عاوتاني كندلكوه. هنا جات جاريه وانا كنت عارفه انها غادي تجي جاريه. هنا هاد لاستيوس هادي كنزيد دوك 3 المعالق ديال الدقيق اللي زدت صافي فيهم، غادي تخبط كتخدم داك العجينه مزيان مزيان. صراحه هذا سر من الاسرار. ماشي كنزيدوا الماء شويه بشويه، لا، انا كندير الماء دقه وحده عاد كنبقى نزيد الدقيق شويه بشويه باش كيعطيها واحد الدلكه للعجينه ما نقولكمش. صافي هنا من بعد ما دلكت مزيان دهنتها بالزيت وخليتها كترتاح شي شويه. بالنسبه للزبده انا كنستعمل زبده حيوانيه، الزبده من النوع الجيد، لان المسمن ما يمكنش يجي غير مورق بلا ما يجي لذيذ، ضروري خصو يجي لذيذ. وهاد الزبده الحيوانيه من النوع الجيد راه كتعطيه واحد البنه ممتازه. هنا درت تقريبا 100 غرام. المهم اللي شفتيه في الاول الزبده راه عندي فيه 250 غرام، قطعت طريف منه يعني قياس 100 غرام. والكاس ديال الفينو دقيق الاصفر، وكاس ديال الزيت، وواحد الشاصي ديال خميره الحلوه. وغادي نضرب كل شيء في الخلاط، يعني تخلطوا مزيان مزيان. من بعد غادي نقطع كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو، غادي ندير المسمنات دفعه واحده. انا هنا قطعت 6 الكويرات اللي هما كبارين، راني هنا كنوزنهم في الميزان باش كيجيو مقادين. درت غير 6 كبارين، ولكن تبارك الله هاد 6 راه غادي تعطيني بزاف ديال المسمنات والملويات. كنطلقوا على هاد الشكل بحال هكذا وكندهنوا بالخليط. كندهن غير شويه بشويه، ما كنكثرش بزاف، غير القياس وصافي. غير كنطلق خصو يكون مستوى واحد، يعني وتكون مطلوقه مزيان العجينه حتى يبان سطح العمل، وتكون كما قلت لكم مستوى واحد. وهنا غادي نجيب السكين وغادي نقطع على 3. هنا باش غادي نصايب الملوي، الا كنا غادي نصايبوهم صغيورين نقدروا نقطعوه على 4. انا بغيت نديرهم يعني نورمال موين، ما يكونوش صغيورين بزاف وما يكونوش كبارين بزاف. صافي بهذه الطريقه هذه كنطوي غير على 2 كما كتشوفوا بحال هكذا، وكنزيد كنطلق شي شويه مزيان بيديا. والسر كذلك اللي كيخلي لنا الملوي باش يجي مورق مزيان، هنا كنزيد واحد شويه ديال الخليط من الفوق، غير شي شويه. هنا كنرخف يدي وانا كنلوي، ما خصناش نزيروا يدينا، يعني ما خصناش نزيروا العجينه بزاف مع بعضها، كنرخفوها. راكم فهمتوني شنو كنقول؟ يعني غير كنرمي هكذا ورقه فوق ورقه وصافي، وما كنزيرش. صافي وكنجمعهم على هاد الطريقه هذه، كنكمسهم بهاد الطريقه هذه صافي، وكنحطهم كيرتاحوا. بالنسبه هذا للملوي. اما المسمن
راه ما يمكنش هاد الطريقه هذه، ما يمكنش كيفاش كيجي مورق، كيجي ممتاز كاع. غادي نطلق، غادي ندير نفس الطريقه، طلقت بحال هكذايا وغادي ندهن بديك الخلطه اللي راني مصايباها، وغادي نقسم على جوج. غادي نجيب السكين وغادي نقسم العجينه ديالي غير على جوج فقط. هذا هو السر اللي كيعطي داك الطرق باش كتجي مسمنه مورقه بزاف. كما كتشوفوا غادي نقطع على جوج، ومن بعد غادي نطوي هادوك كل جانب غادي نطويه النصفين. عاد غادي ندير العمليه ديال الطي ديال المسمنات العاديين كما كنطويو العاديين، يعني حتى بحال دابا هنا بحال درت مسمنه في المسمنه، ولكن راها غير وحده هانتوما، وكنطوي بهذه الطريقه هذه نهائيا باش كتجي منفوخه، يعني باش ما كيخرجش النفس نهائيا. هانتوما شوفوا كيفاش مورقه، شوفوا كيفاش منفخه ما شاء الله. غادي نعاود معكم هذه حتى هي، هانتوما كتشوفوا كنزيد كنطلق من الجناب، كنطلق مزيان وكنرجع كنطوي. راه هذه العمليه كتجي ساهله، يعني دفعه واحده نقدروا نديروا فيها بزاف ديال الملويات بلا ما نبقاو نقطعوا يعني كويرات بزاف. وهذا راه غير بهذه الطريقه هذه كيجي. انتم شفتوا على عينيكم كيفاش جاو المسمنات رائعين، والمذاق راه ما نقولكمش. هنا من بعد ما ساليت كل شيء غادي نبدا بالملويات ديالي. كنطلقهم هكذايا، ما كبار بزاف ما صغار بزاف. وكنكون مسخنه المقله الثقيله صافي، وكنبقى نقلب يعني غير كتشمع المسمنه، كنبقى نقلب فيها ونعاود هكذا باش كيتنفخوا. راه مورق، راه مفسخ، يعني ورقه على اختها. هذا الملوي هذا جا ممتاز صافي. كنستمر بهذه الطريقه هذه. العافيه تاع كتكون متوسطه، ما كتكونش النار عاليه بزاف وما كتكونش عاوتاني يعني قليله، كتكون متوسطه صافي حتى كنسالي الملويات. وكنرجع كذلك باش نطيب المسمن. شوفوا لي الطياب ديال المسمن، شوفوا لي اللون كيفاش داير. هنا كنكون ساليت كل شيء، هانتوما كتشوفوا ممتاز ممتاز رائع جدا. ما يمكنش هذا المسمن هذا كيفاش جا. صافي كنصطفوا بحال هذا الشكل هذا، كنقدموه بالصحه والراحه. كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم ما تنساوناش باللايك والاشتراك. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. الى اللقاء.